حد بيقول لي انت فين ولا عايز ايه ولا ايه الموضوع، بعد ما دخلوا الحاجب بتاعه وبلغوا ان انا جاي لمقابلته. الحقيقة هذه التجربة أكدت ان لا قيمة ولا ثمن لأي رجل صاحب فكر أو أي رجل صاحب علم أو أي راجل صاحب رؤية في بلدنا مصر. يعني تجربة أكدت أننا دولة طاردة للعلماء وللمثقفين وللمفكرين وللسياسيين المحترمين ولرجال الإدارة النزهاء الشرفاء. طبعا أنا عملت تسجيلات على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك وعلى تويتر، على صفحة وعلى صفحتي في تويتر اللي هو موقع اكس. طبعا هم بقى بذكائهم الشديد هيعملوا ايه؟ هيلفقوا لي محضر وهيلفقوا لي قضية سرقة تليفون، ان انا سرقت تليفون الراجل، ويعملوا لي ضبط واحضار من النيابة بتهمة سرقة تليفون محمود توفيق عكاشة اللي بيتابعوا ملايين الناس وملايين الناس عارفاه وبتثق فيه ثقة عمياء. احنا عندنا بقى افزاز، احنا ناس جهلة، يعني انا جاهل بينما هم افزاز في الذكاء. فوارد ان هم يعملوا لي قضية ان انا سرق تليفون، واخده بال حضرتك، وطبعا قضية سرقة تليفون محمول تعمل ضبط واحضار من النيابة. فانا عايز الشعب ينتظر بقى هل هم هيعملوا كده، فانا عايز الشعب ينتظر بقى هل هم هيعملوا كده ولا هيشوفوا الموضوع ويحققوا فيه. لذلك انا بتقدم ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام ضد المدعو طارق محمد بكار الذي قام بالتسجيل لي على تليفونه الخاص دون إذن مني ودون تصريح من النيابة، والأمن بتاع الكومباوند أخذ منه التليفون، وأنا أخذت التليفون ورحت سلمته في اسم أول أكتوبر والشهود موجودين بدل الشاهد 10 موجودين أن هذا ما حدث وهذا ما تم. بينما كان رد فعل اسم أول أكتوبر هو عدم الاهتمام وعدم الاقتراص، اسم أول أكتوبر هو عدم الاهتمام وعدم الاقتراص واستقبال في غاية السوء. يعني كان ناقص يقولوا جرى انت فاكرنا ايه؟ يعني كان ناقص يكلموني بالطريقة دي. يعني انا توفيق عكاشة هم بقى بعد اللي انا عملته معاهم مع وزارة الداخلية ومع ضباط الشرطة اللي شلتهم على كتافي وعلى راسي وشلت جزامهم على دماغي، بيعملوا فيا كده. ما هو يعني حاجة خليني اقول حاجة اصبحت يعني بتخلي الواحد دمه يغلي ويفور ويصاب بالجلطات وحاجات يعني بصراحة يعني ما بتتعملش في بلاد الموز. هو بصرف النظر عن اللي حضرتك عملته، حضرتك داخل كمواطن مصري، داخل اسم شرطة، داخل تعمل محضر، الطبيعي انه يتم الاهتمام والطبيعي انه يتعمل لك محضر. طيب لذلك بقى انا اتقدم ايضا ببلاغ العريضة وزائعة الصيت الى السيد مساعد اول وزير الداخلية لشؤون التفتيش والرقابة لكي يقوم بالتحقيق في هذا الامر وسؤال الاسم والنبطشية والناس اللي كانوا واقفين على الباب من الحراس، وانا عندي الشهود بتاعتي من افراد الامن اللي شغالين معايا. فارجو، انا مش عايز غير تحقيق، لا اطالب الا بحق طبيعي وشرعي التحقيق من خلال جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية مع هذا الضابط الذي تنمر على زوجتي والذي لم يكترث بموضوع المحضر. وحتى يا شيخة ما جاب لناش كوبايه شاي، ده حتى ما قال لناش اجيب لكم ميه تشربوا.
والغلطة الأكبر إنه كان في تليفون عليه مشكلة المفروض يحصل بسببه محضر، سمح للشخص المتهم إنه ياخد التليفون. دي بقى أكبر من كل الكلام ده. طب ما ممكن يكون مسح الحاجات دي بالظبط. ما أنا بقول بمنتهى لحضرتك البساطة. من السهل إن هو يكون مسح الحاجات دي، واخده بال حضرتك؟ وزي ما بقول لك كده ممكن يلفقوا لي قضيه ويقول لك ده انا سرقت تليفون محمول من واحد، وتبقى نكته، وفي الآخر أنت تتهم بسرقة موبايل. تبقى يعني اضحوكة الشعب المصري واضحوكة الشعب العربي واضحوكة ملايين الناس من المصريين اللي من الواضح ان انا وهم ملناش قيمة. يعني واضح جدا ان انا وهم ليس لنا اي قيمة. يا ستي ملناش قيمة، بل اللي من الواضح ان انا وهم ملناش قيمة. يعني واضح جدا ان انا وهم ليس لنا اي قيمة. يا ستي ملناش قيمة، بس على الاقل كانوا يجيبوا لنا كوبايه ماء نشربها. انما اللي حصل يعني ما يصحش. لذلك انا بتقدم ببلاغي هذا من خلال هذه المنصة، علشان انا الموضوع مش كبير ولا موضوع مهم. لا، هو الموضوع مش كبير، بس موضوع التصرفات اللي حصلت بسيط فيه جدا لا تجوز يعني. اللي كبر الموضوع الضابط بتاع النبطشية بتاع اسم اول اكتوبر، لانه اتعامل مع الموضوع غلط. بس هو ده الموضوع بالنسبة للقصة دي. وطبعا لما رحت النيابة ما حد سأل فيه، علشان كده انا بتقدم ببلاغي الى السيد المستشار النائب العام المحترم لكي يحقق في هذه الواقعة. يعني النهاردة يا جماعة انتوا لا بتعملوا اعتبار للشخصيات العامة، ولا بتعملوا اعتبار للشخصيات الاعتبارية، ولا بتعملوا اعتبار لأي حد. طيب ما كده يفقد الشعب انتمائه. انتوا كده بتعملوا فلسفة إدارية تؤدي إلى أن يفقد الشعب انتمائه. وهنا الخطورة بقى. ندخل على موضوع سوريا بقى. ما الذي حدث في سوريا وكيف حدث؟ وبهذه السرعة. الذي حدث في سوريا وكيف حدث وبهذه السرعة أن هناك شعب كان قائما على الأرض السورية على مكتبه، كمان مش راضين يخلوني أنقل نمرة عربيتي على عربيتي التانية. يعني أنا عندي عربية، ده احنا اللايف بتاعنا عليه بلاغات كمان، عليها رقم. عليه بلاغات ازاي يعني حد عايزين يوقفوا اللايف. يوقفوا لو ليه؟ سمحتوا يعني اعملوا لايكات كتير، اعملوا لنا لايكات والنبي، زي ما الاستاذه حياه بتقول انا ما بفهمش في المنصه دي، عشان اللايف عليه بلاغات. يعني لايكات يعني بكسر. احنا بنقول ايه يعني؟ يعني بنقول. طب خليني قبل ما حضرتك تنهي حوارك، بس عشان الناس حابة برضو تفهم جزئية معينة. ماذا بعد سقوط سوريا؟ هل في دول معينة في المنطقة مرشحة للسقوط القادم؟ بص يا أستاذة حياة، أنا قلت في قناة الحياة في عام 2019